أنا مش قادر أفهم يا فندم ليه حد يعمل كده في بنت. هو خلاص الناس انعدم في قلوبهم الرحمة. رديت عليه وقلت له عشنا وشفنا يا هشام، ودي ولا أول ولا آخر قضية هنشتغل عليها، إحنا ياما عدى علينا حاجات أصعب من كده. رد هشام وقال لي تفتكر ليه ممكن القاتل ينفذ جريمة بالبشاعة دي يا فندم؟ قلت له ده اللي لازم نعرفه النهاردة، وأنا عندي خطة تكشف لينا الحقيقة. هشام قال لي خطة إيه سعادتك؟ قلت له دلوقتي هتشوف. جالي بلاغ عن جريمة قتل طالبة جامعية، التقارير بتشير إن المجني عليها لقوها مطعونة ومرمية في حمام بيتها. كان لازم أتحرك على المكان اللي فيه مسرح الجريمة فورا علشان أبدأ تحقيق مع الجيران، وخصوصا الشخص اللي بلغ بواقعة الجريمة. خدت مفتاح عربيتي من على مكتبي وكلمت هشام بلغته باللي حصل علشان يسبقني على تحت. اتوجهنا على طول على المكان، وأول ما وصلنا دخلنا الشقة كان باين إن كان في مشادة حصلت، لأن في بعض الأساس اللي في البيت مش في مكانه. طلبت من هشام يجيب لي هوية المجني عليها والشخص اللي بلغ. أما أنا فوقفت قدام الجثة اللي باين إنها بنت في أول العشرينات من عمرها، وواضح إنها مطعونة بقالها حادة، لكن ما كانش في أثر لاجتلاح الجريمة. فضلت ألف حوالين الجثة وأنا بستكشف المكان الغرقان بدمها. فتحت الشباك الحمام وبصيت منه على الشارع، واللي من المنظر الأول قلت لنفسي إن مستحيل يكون القاتل دخل من هنا. خرجت من الحمام وبدأت أعاين باقي الشقة، مفيش أثر لأي شباك مكسور، وحتى الباب سليم زي ما هو. أعتقد إن في احتمال كبير قوي يكون القاتل سابق معرفة بالمجني عليها، وممكن كمان تكون هي اللي فتحت لي الباب. طلبت من فريق الطب الشرعي والجنائي علشان أخد منهم تقارير مبدئية عن اللي حصل، يمكن الصورة توضح أكتر. وفي اللحظة دي دخل هشام بجارة المجني عليه اللي قدمت البلاغ، واداني في إيدي البطاقة بتاعت المجني عليها. الناس بدأت تتلم بره البيت، علشان كده طلبت من هشام يمشيهم وننبه على العساكر ان مفيش حد يدخل البيت لحد ما نخلص شغلنا. كنت واقف وشايف جارة المجني عليها وهي واقفة بتتراش، وده اللي خلاني اطلب منها تهدى وتقعد علشان اقدر اسالها كام سؤال. قعدت على الكنبة وانا قعدت على الكرسي مقابل ليها، وبدات بالسؤال المعتاد في بداية اي استجواب: اسمك ايه؟ ردت عليا منار يا فندم. قلت لها اكتشفت الجريمة ازاي يا منار؟ قالت لي انا يا باشا بعمل اكل بيتي، ده مصدر دخلي الوحيد بعد ما جوزي مات. اول ما المدارس بتبدأ وجت المرحومة للبيت عرفتها بنفسي، لأن دي أول مرة كنت أشوفها فيها، وعشان لو احتاجت حاجة وكده، وهي بتبقى مصدر رزق ليا. والشهادة لله كانت بنت ذوق وقمة الحقوق. ولسه ما كملتش كلامها قطعت كلامها وقلت لها أنا مش بسألك عن تفاصيل حياتك، أنا بسألك اكتشفت الجريمة إزاي. ردت عليا وقالت لي أنا جايلك في الكلام يا باشا، هي راحت الجامعة بتاعتها في اليوم ده عادي، وكانت طالبة مني قبلها أعمل لها أكل عقبال ما توصل، وعشان حظي الهباب الأنبوبة فصلت وما عنديش غيرها، فاتأخرت على ما خلصت الأكل وكده. وبعدين طلعت أخبط عليها ما كانتش بترد، رغم إني سمع صوت التلفزيون شغال. قلت يمكن نسيته قبل ما تنزل. طلعت موبايلي ورنيت عليها، سمعت صوت رنة موبايلي جوه. الفار لعب في عب يا بيه. ناديت على الواد محروس ابني يجيب مفتاح شقتها ندخل نشوف مالها. قطعتها وقلت وهي مدياك مفتاح شقتها ليه إن شاء الله؟ قالت لي علشان لما أخلص الأكل يا بيه أحطه لها على السفرة وكده. قلت لها طب كملي. أول لما فتحت الباب فضلت أنادي عليها وأنا بتمشى في البيت، وبرضه مفيش رد، لحد ما شفت بقعة دم على الأرض سحبة لحد الحمام. مشيت وراها، وأول ما وصلت شفتها بالمنظر اللي حضرتك شفته. قعدت أصوت حتى أغمى عليا وفوقوني بالعافية، ولما فقت بلغت على طول الله يرحمك يا بنتي. قلت لها طب قولي لي ما سمعتيش أي صوت عالي جاي من شقة المجني عليها؟ كانت بتتخانق مع حد مثلا؟ قالت لي لا يا باشا، لأني كنت محتاسة في مواعين الأكل علشان كنت متأخرة زي ما قلت لسعادتك. قلت لها طيب ما شفتيش حد غريب كان بيتردد على المكان، أو حد من أصحابها قرايبها أي حد بكده يعني؟ قالت لي لا يا باشا ما شفتش. خلصت معاها وطلبت من هشام يسجل بياناتها علشان لو احتاجناها تاني، وبعدها بدأت أسأل الجيران القريبين كلهم، ومفيش حد اداني أي معلومة مفيدة. ده حتى محدش سمع صوت صراخها، يمكن بسبب الشبابيك كانت مقفولة، وحتى المنطقة ما فيهاش كاميرات عشان أفرغها. ما كانش قدامي حل غير إن أستنى فريق الطب الشرعي والجنائي علشان يدولي تقرير مبدئي عن اللي حصل هنا والمشهد يبان قدامي أكتر. خرجت ولعت سيجارة وطلبت من هشام يروح الجامعة اللي بتدرس فيها ويشوف مين أصحابها ويستجوبهم، وطلبت منه كمان يستجوب الدكاترة والمعيدين. كنت لازم أتحرك بأسرع شكل ممكن وفي كذا اتجاه، لأن القضية صعوبتها باينة في أولها. هشام مشي وأنا خلصت سجارتي، وفي اللحظة دي لقيت فريق الطب الشرعي والجنائي وصلوا. رحبت بيهم وبدأوا على طول في شغلهم. دخل دكتور عيسى عند الجثة عشان يفحصها، نزل جنبها على الأرض وحط إيده على مكان الطعنة وقال المجني عليها الدرجة كذا طعنة مش طعنة واحدة. هقدر أحدد عددهم بالظبط بعد تشريح الجثة، لكن غالبا دي كانت الطعنة اللي قتلتها. من الواضح إن القاتل دخل في حالة نفسية قبل ما يعمل كده،
اعتقد ان الجريمه دي كان وراها دافع الغيره او الانتقام. كلامه حط قدامي طرف خيط ممكن ابدا من عنده. بصيت للجثه وبعدين رجعت سالته توقيت الوفاه امتى؟ قال لي من حوالي 14 ساعه. قلت له تمام. بعدها دخل عصام اخصائي الادله الجنائيه وبدا في تصوير مسرح الجريمه، ولما خلص قال احنا رفعنا البصمات يا فندم وعملنا معاينه مكان كويس وقدرنا نحدد بالتقريب القاتل ارتكب الجريمه ازاي. خرجت معاه وبدا يشرح لي صوره الجريمه. لو ركزنا في النقطه دي يا فندم هنلاحظ ان في بقعه دم كبير على الارض، المجني عليها ماتت هنا، وخط الدم اللي قدام حضرتك ده بيقول ان القاتل سحبها للحمام، وواضح ان حصل صراع في المكان ده وبسبب الفوضى الموجوده هنا. انا خدت عينة دم علشان يتعمل لها تحليل DNA، وده هيعرفنا الدم اللي موجود على الارض ده للمجني عليها بس، ولا وقت المشاجره القاتل اتعور واختلط دمه بدمها. خلصت معاهم وفي اللحظه دي لقيت هشام بيتصل عليا. رديت عليه وقلت له ايه يا هشام، هو في حاجه جديده ولا ايه؟ رد عليا وقال لي مش هينفع في التليفون يا فندم، لازم حضرتك تيجي عندي، في كلام مهم لازم تسمعه بنفسك. قلت له اديني العنوان وانا مسافه السكه وهكون عندكم. كنت مضطر اسيب مسرح الجريمه واتحرك على العنوان اللي هشام اداهولي. هشام شغال معايا بقاله فتره كبيره وانا واثق فيه انه مش هيكلمني غير لما يكون في حاجه مهمه او اكتشف حاجه مهمه، وده اللي خلاني امشي واسيب فريق الطب الشرعي الجنائي يكملوا شغلهم. واول ما وصلت الجامعه وقفت قدام البوابه وطلعت للامن الكارنيه بتاعي علشان يسمحوا لي بالدخول. ولما دخلت قابلت هشام اللي بدا كلام مباشر وقال كويس ان حضرتك جيت بسرعه، في حاجات كتير لازم تعرفها. قلت له ما تتكلم يا هشام على طول، في ايه؟ قال لي حاضر يا فندم. بعد ما عملت تحرياتي عن المجني عليها اكتشفت انها كانت على علاقه بزميل ليا هنا. قلت له علاقه وصلت لحد فين واسمه ايه الولد ده؟ قال لي يعني مجرد وعد بالجواز وحب وغرام من بتاع اليومين دول، وحصل خلافات بينهم الفتره الاخيره وسمعت من اصحابها انهم كانوا متخانقين وبيشدوا مع بعض على طول. الواد ده اسمه سامح. قلت له ما عرفتش سبب الخلاف كان ايه؟ قال لي للاسف يا باشا محدش شرف ايه اللي كان بينهم بالظبط. رديت عليه وقلت له عظيم، يبقى لازم نستجوب الواد ده، اكيد وراه حاجه احنا كده عندنا مشتبه فيه رئيسي. قال لي انا متحفظ عليه في اوضه الامن. اتمشينا لحد هناك وفتحت الباب ودخلت. اول ما شافني قام وقف وشاورت له بايدي وانا بقول له خليك قاعد، هاخد منك كلمتين وهتمشي على طول. رد عليا وقال لي كلمتين عن ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. قلت له دلوقتي هتفهم كل حاجه، بس في الاول كده قول لي انت تعرف ايه عن ميرنا زميلتك؟ لقيناها مقتوله في شقتها. قال لي ايه ميرنا اتقتلت؟ حضرتك متاكد؟ امتى وازاي ده حصل؟ قلت له يعني انت ما تعرفش حاجه؟ قال لي وانا هعرف منين حاجه زي كده اصلا؟ قلت له قول لي يا سامح علاقتك انت وميرنا كانت واصله لحد فين؟ او خلينا اوضح السؤال اكتر، كانت علاقه من انهي نوع؟ صداقة، حب، اتعدل في عادته وبلع ريقه وقال كنا زمايل سعادتك، نخرج خروجة حلوة، نتغدى، نتمشى شوية كده، يعني ما كنتش مرتبط بيها؟ قال لي لا، مين اللي قال الكلام ده؟ قلت له انا هنا اللي بسأل وانت تجاوب. قال لي لا يا باشا ما كنتش مرتبط بيها، كانت مجرد زميلة زيها زي غيرها. قلت له طب واصحابك اللي اكدوا انكم مرتبطين والزعيق والخناق اللي كان حصل ما بينكم في الفترة الأخيرة ده تفسروا بإيه؟ قال لي عادي يعني حضرتك احنا كنا زملاء. قال لي عادي يعني حضرتك احنا كنا زمايل واكيد بيحصل مشادات بينا. عادي يعني، هو حضرتك عاوز توصل ليه؟ هو انا متهم بحاجه؟ قلت له لحد دلوقتي لا، بس كل حاجه هتبان مع الوقت. تقدر تقول لي كنت فين امبارح بالليل حوالي الساعه 10؟ قال لي كنت مع امي في المستشفى سعادتك. قلت له تمام. خلصت معاه وقمت من مكاني عشان اخرج، لكن لقيته بينادي عليا. لفيت وشي وسالته افتكرت حاجه عايز تقولها؟ قال لي بصراحه انا سمعت من فتره طرطيش كلام ان في معيد عندنا كان بيحبها ولمحها قبل كده اكتر من مره، وهي دايما كانت بتصده وهددته ان لو ما بعدش عنها هتفضحه. قلت له اسمه ايه المعيد ده؟ قال لي عادل. ابتسمت له وخرجت. خدت هشام وسالنا في الجامعه عن المعيد ده، لكن للاسف ما جاش لانه واخد اجازه. عملنا تحريات عنه في الجامعه واكتشفنا حاجه مهمه جدا، ان كلام سامح صح، المعيد فعلا كان بيحاول مع البنت دي وهي كانت بتصده، واغلب الطلبه كانوا واخدين بالهم من الموضوع ده. وبكده بقى عندنا 2 مشتبه فيهم، الاول هو سامح والتاني عادل. خرجنا من الجامعه واتحركنا على مسرح الجريمه، وبعد ما الطب الشرعي خلص الفحص المبدئي للجثه نقلوها معاهم علشان يكملوا شغلهم، وفريق المعمل الجنائي رفع البصمات وعينوا مسرح الجريمه كويس. بعد كده خرجنا من الشقه واتشمعت بالشمع الاحمر ورجعت للمكتب. حاولت اتواصل مع عادل لكن ما قدرتش اوصل له، وعدى يومين وعرفت انه مد اجازته بسبب موت ابوه. وفي اليوم الثالث لقيت الدكتور عيسى بيكلمني وقال لي في حاجه مهمه لازم تعرفها يا فندم، احنا اكتشفنا ان البنت كانت حامل. رديت عليه قلت له ايه حامل؟ عشان يرد عليا ويقول لي ايوه يا فندم انا هاخد عينه من الجنين، ولو حضرتك عندك اي مشتبه فيه اقدر اقول لك اذا كان هو ابوه فعلا ولا لا. قلت له حلو جدا يا دكتور، شكرا لحضرتك، انا فعلا عندي مشتبه فيه وهحتاجك قريب كده. لو الواد طلع ابن سامح يبقى القضيه اتقفلت وهو
اللي قتلها، وده يفسر سبب الخلاف اللي كانت بينهم. ومش بعيد تكون البنت عرفت بحملها ولما قالت له اتهرب منها، ويمكن كمان هددته بده، وبكده ده دافع قوي عشان يقتلها. بس في حاجة ناقصة، ولو كان هو ليه قتلها بعدد الطعنات دي كلها؟ كنت بحاول أحط النقط على الحروف عشان أرسم الطريق اللي همشي عليه بعدين. وفي اللحظة دي دخل أخصائي الأدلة الجنائية، ادالي التقرير المبدئي واللي أكد إن الدم ده كان موجود هو دم الضحية بس، ومفيش دم لشخص تاني. كمان مفيش بصمات في البيت غير للمجني عليها، حتى البصمات اللي كانت على الباب كانت بصماتها، وده يأكد إن هي اللي فتحت الباب للقاتل. وبكده المجني عليها على علاقة بالقاتل. يوم وجاب التاني لحد ما لقيت مكالمة من هشام. قلت له ايه في جديد يا هشام؟ قال لي ايوه يا فندم، عادل ظهر في الجامعة النهارده. قلت له طب انا جاي يلا حالا. وقفلت معاه، نزلت ركبت عربيتي واتحركت على الجامعة. قابلت هشام على البوابة، وبما ان الجامعة كبيرة وعدد المعيدين قليل فكل معيد ليه مكتب خاص، ده اللي فهمته من هشام. عشان كده مشينا لحد مكتبه، واول ما دخلنا رحب بينا، طلبت منه يقعد وبدأت الكلام معاه. وقلت له اولا البقاء لله في موت والدك. قال لي ونعم بالله. قلت له قول لي يا دكتور، انت سمعت اكيد بحادثة الطلبة ميرنا مش كده؟ رد عليا وقال لي ايوه عرفت الخبر. قلت له وانت تعرف ايه عنها؟ قال لي كانت بنت متفوقة ومن اشطر الطلاب عندي. قلت له كانت علاقتك بيها ايه؟ استغرب من السؤال وبدأ في تحريك صبعه بتوتر، بعدها اتنهد وقال مجرد طالبة عندي. قلت له كنت فين امبارح الساعة 10 بالليل؟ قال لي كنت في بيتنا في البلد قاعد وسط اهلي. قلت له طب تمام، طب تفسر ايه بكلام زمايلها انك كنت بتحاول تقرب منها؟ قال لي اقرب منها ازاي يعني؟ قلت له بتحبها مثلا؟ رد عليا وقال لي يا فندم دي كانت طالبة متفوقة، كنت ممكن اعملها احسن شوية اهتم بيها عشان ما تهملش في مذاكرتها، لكن ما كانش في حاجة بيني وبينها، ما فيش حاجة اكتر من كده اصلا. قلت له طب وتهديدها ليك انك لو ما بعدتش عنها هتفضحك؟ قال لي ما حصلش، واللي قال لحضرتك كده الكلام ده كده. قلت له يعني هي ما كانتش بتهددك بحاجة؟ رد عليا وقال لي هتهددني بايه؟ انا ما كانش في بيني وبينها حاجة تهددني بيها. قلت له طب تمام، هنسيبك دلوقتي علشان تشوف شغلك واحنا كمان نشوف شغلنا. خرجت انا وهشام من عنده، وساعتها سألت هشام ايه رأيك يا هشام؟ رد عليا هشام وقال لي واضح ان وراه سر كبير، وان علاقتهم اكبر من علاقة معيد بطالبة عنده. للاسف لسه مفيش دليل واضح ضده، بس هتفضل اصابع الاتهام عليه هو سامح. نزلنا من المبنى وكنا في الطريق للعربية، لكن وقتها سمعت صوت جاي من ورايا.